السلام عليكم. كلشي بخيرين مزيانين. نتمنى من الله يكون كلشي بخير. اليوم غادي نتكلموا على البيئة اللي عايشين فيها حنايا. عايشين مع بنادم اللي في شكال دغيا كيلقى لك الضربة، فهمتي؟ وبنادم كيدخل في السوق راسو. يعني شنو؟ اول حاجه، الواحد خصو يتحكم في المشاعر ديالو. اول حاجه، حنا عايشين مع بزاف ديال المكارض في بزاف ديال المكارض نقدروا نقولوا في العالم العربي. بزاف، هاد نسبة كبيرة. يعني لهذا إلا تلاقيتو مع هاد النماذج، هو تيكونوا مثلا صحابكم، يقدروا يخلصوا عليكم، يقدروا يعاملوكم مزيان. هي كيدخلوا السوق راسهم. من تهضر مع هاد النوع هادو واللي كتعرفو، حقاش كاين اللي كتعرفهم وصاحبك وكيدخل في الشؤون ديالك، وكاين واحد النوع اللي ما صاحبك ما والو، ورغم واخا هكاك كيدخل في الشؤون ديالك، واخا ما كتعرفهم، ما كيعرفك ما كتعرفو. اوكي، هنا واضح. هاد الانسان اللي كتعرفو كيولي فطريا داكشي. كاين اللي فطري داكشي. وكاين اللي كيدير بالعاني، وكاين اللي في الطبيعة ديالو هكاك. وكاين اللي كيدير داكشي باللاوعي ديالو. من يدير معاك التصرف وما يعجبكش، خلي هذاك التصرف اللي يديرو معاك. ما ت... ما ت... ما تصدرش ردة الفعل ديك الساعات. عجباتك ما عجباتكش شي حاجة قالها ليك، دخل في الشؤون ديالك، قالك شي حاجة ما عجباتكش، ما تردش عليه، فهمتي؟ خليه يدوي تيسالي ياك. وتمشي صافي، تمشي بحالك. هاديك الهضرة اللي كامل اللي قالك غادي تطورها في البال ديالك. وهو راه عارف، هو ملي تيقول لك داكشي راه تكون عارف، راه قال شي حاجة ماشي ليه، فهمتي؟ وراه عارف انك ما يعجبكش الحال وما يعجبكش الحال. هذاك اللي تكون ريسبونسابل، ما عرفتش شنو هو، اللي تكون في المحطة ديال الطاكسي اللي كيتخلص من هاد بنادم. حنا غنقولو غير اكزومبل. كيجي مثلا جا وقال لي وقال لكم وقال لكم صافي راني نتخلص، ومثلا نتوما عندكم الصرف، عطيتهم مثلا ديك 20 درهم كامله. مثلا نقولوا مثلا الطاكسي ب 10 دراهم، لا خلينا نقولوا مثلا ب 6 دراهم. مثلا عطيتهم مثلا 50 درهم، فهمتي؟ وقال لكم هاد المره غتجيبوا معكم الصرف، انا ما غاديش نصرف لكم. انت غادي تهضر معاه. كاين شي نوع، المهم ما غادي تدويو معاه، غادي تقولوا ليه، غادي تقولوا ليه ما تقرب ما ديروا بكلامه، غتبقاو تضحكوا معاه. وهو تيستغل الفرصه، هي ديك هي فاش كيبدا يزعم عليك، تبقى يهضر. ولا هاد المره غتمشيو تصرفوا، غتجيو، ولا 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 مثلا كتقول لهم مثلا ناقصاني درهم ولا ناقصاني 2 دراهم،
بحال مثلا طاكسي 6 دراهم، تعطيتيه فلوس باش عطيتيه فلوس باش يتخلص مثلا. كيشد مثلا انت طاكسي ب6 دراهم، انت عندك 5 دراهم، كتقول لي مثلا عندي غير 5 دراهم دابا بغيتي تشدها، لا ما تبقى تقول لي لا راه ما عنديش الصرف وداك الشيء. لا شافك محل ولا قال لك ولا هو هذاك الدراهم اللي خدامه لغدا غتجري عليها مرتي وبديتي كضحك معاه، صافي يديروا في كرشك. ولكن هاد النوع كتعرفهم كيعرفوا تقول له خويا صافي تخلص ومدوي معايا مندوي ما كتعرف ما كنعرفك انايا انا بغا نركب وبغا نمشي، علاش هاد الهضره الزايده؟ اوكي فهمتوا. الوغ بزاف ديال نقدروا نقولوا مثلا غير المغاربه، اكثريه ديال المغاربه ما كيدخلوش خلاص، كيدخلوش في الشؤون ديالهم هما. كاين هاد كيدخلوا في الشؤون ديالك انت، اي حاجه كيبقى يدخلوا فيك. علاش؟ كيبغيو يعرفوا اش كاين. دابا هاد النوع تيبغي يعرف اي حاجه في هاد الدايره في هاد الكون، اي حاجه تيبغي يعرفها. عاد كيرجع ديك الهضره اللي ماشي في الدخل ديالهم هما وماشي سوق. هادشي هاد بنادم تبغاش تدخل في الحدود ديالك، تعتبره مجني عليه من الصغر. يعني هادشي من الصغر هو طالع معنا بحال ما هكايا، يعني في البيئة ديالنا، في المحيط، المدرسة، في الخدمة، هادشي كيكبر معانا وكيولي. دابا الخايبة هي ملي كيولي مسألة عادية. هنا دابا أنا كنقول عليكم بأن هادشي بنادم كيتجاوز الحدود ديالك، تبغي يعرف على كلشي، تبغي تيدخل فيك وكتحس انت بشي حاجه ماشي اللي هما كدير كتجيب. ولكن لا، راه هاديك راه راسك تيقول ليك الحد تيقول ليك راه هاد التصرف هذا ماشي اللي هي غير لائق. وهادشي ما تسمحش في الناس اللي يدخلوا للحدود ديالك. شحال في عمرك، واش خدام ولا ما خدام، فاش كتقرا، وشنو كدير، هادشي هذا كامل واحد النسبة تقدر تقول لهم. واحد الناس معاك معاهم وما عندكش مشكل معاهم، ما كنقولش انا كاملين لا دير معاهم هاد التصرف ما يدخلوش في الشؤون ديالك. المهم كاين واحد النوع اللي ما سوق حتى شي حاجه تبغي يدخل. الحلول ديال هادشي هذا كامل، الحلول هو ما عجباتك شي حاجه بلا ما تغضب وبلا ما تتعصب، هذوك الناس اللي كتعرفهم وديما كتلاقاهم ما توجد ليهم، ما دويش معاهم، خليهم يسالي وتمشي. غتراجع وغتعرف شنو تقول لهم، حقاش صعيبه تقدر ترد عليهم، حقاش غتجيهم غادي تصدمهم، تقول لهم كيفاش هذا اول مره كيتجرأ وكيقول هكا، حقاش هو مولف عليك هادشي هذا، فهمتي؟ مولف كيلقى بليزير ديالو في هاد التعامل هذا اللي كيتعامل معك بها ديما. انت غادي باش ما تشوكاش، وهي صعيبه في الاول باش تقدر ترجع بنادم لحجمه الحقيقي. هي ما دير التصرف ديك الساعه، طول الهضره وعرف شنو المره الجايه الساعه، حقاش غادي ملي غترد ديك الساعه غادي تردها بالغوات وهو غادي يقرضنك. الا غوتي عليه ولا تعصبتي عليه غادي يقولك انت معقد ويقلبها عليك، فهمتي؟ يقول ما كنت غوت عليا، يقدر غير يديرلك الطريق باش ما يديرلكش الطريق. انت غادي توجد المره الجايه غتقول لي اخويا هاد التصرف هذا درت معايا ديك النهار، هاد التصرف ولا غادي تقول. المهم يا اما غادي تقول لي ديك الساعه تقول ليه خويا درتي معايا هاد التصرف، ها شنو درت معايا، شنو انا ما عجبنيش الحال، تقول لي بادب ولطف حقاش باش ما يشدكش، باش ما ينقاش من يشدك. يقولك لا هانيه كذا ما تدويش معاه، قول يا خويا غادي نمشي اسمح لي، حاول تمشي. هو ما غيخليكش تمشي، غيقول لك تدخل عليا من طريق لا تتقول لي
غتقول لي اخويا اسمح لي خصني نمشي، ما عجبنيش هاد الحال خاص نمشي. غتقول لي مشي غادي تغوت عليه، مشي غتقول لي مشي غدور فيه. نورمالمون خصني نمشي صافي. علاش غتبقى؟ علاش حاجه ما عجبك كتبقى؟ غتمشي غتوجد ليه وها شنو تقول ليه، غادي تقولها له وغادي تمشي غتقول ليه تصرف شنو درت معايا، شنو درت معايا، شنو درت معايا، ما عجبنيش هاد التصرف شنو درت معايا، اسمح لي خصني نمشي. غادي تمشي غتوجد هادشي هذا المره الجايه ما غتلاقى معاه غتقول ليه ديك النهار شنو درت معايا، شنو درت معايا، شنو درت معايا. خليه هو شنو، خليه هو يرد ردة الفعل معقد. لا هادي ما ديش معاه الصراحه. تقول لها التصرف ما عجبنيش هاد المره دوزتها لك، ولكن المره الجايه ما غندوزهاش لك. المره الجايه اللي درنا معاك نفس التصرف هذا ما عندك ما دير به في حياتك صافي. الله يعاون حقاش غادي يضرك في حياتك. يعني يعني هاد الشخص مسموم ما صالحش لك اتبعد منه. المهم تلهنا مسالينا، تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ديروا معكم سبسكرايب وجاملي تعم الفائده والناس تستافد من المحتوى الجميل ان شاء الله.